قبل يومين غادرتنا شخصية كبيرة بإنجازها. ليش؟ كونها انبنت بناء صحيح منذ طفولتها، فالآن أصبحت علامة كبيرة. حتى من غادرنا خلى فراغ كبير ومكانه بقى إلا اللهم رحمة من ربي ينشغل مكانه، ألا وهو السيد جاسم الطويرجاوي رحمه الله عليه. سيد جاسم ولد بالنجف سنة 1947 من عائلة فقيرة. في وضعه بالنجف ووجود الحوزة العلمية ووجود الإمام علي عليه السلام والمدارس الدينية، نشأته نشأة دينية. وهو عمره 10 سنوات صعد على المنبر وكان ينعى هذا الطور المشهور به الطور الطويرجاوي. هو عمره 10 سنوات. أما هو لقب ليش يسموه طويرجاوي؟ سيد جاسم سنة 62 كان يلقي عند مجلس حسيني تحت قبة الإمام الحسين، استمر من 1962 إلى 1980، فكانت الناس تنتظره تحت قبة الإمام الحسين. هو قبلها وين يقرأ بطويريج، فيجي المبشر اجى الطويرجاوي اللي كان اخذ اسمه جاسم الطويرجاوي. طبعا هو غادر العراق بالثمانينات للكويت، وبسبب الوضع السياسي والسلطة اللي كانت تمنع الشعائر الحسينية. السيد قرأ بالسعودية، قرأ في قطر، قرأ في الكويت، في بريطانيا، في إيران، في أغلب دول العالم الموجودين بها محبي الإمام الحسين. سيد جاسم الطويرجاوي نتاج شنو؟ نتاج بيئة دينية صح. منذ طفولته صحيحة. فإحنا بعد تكون عاد هاي المدارس اللي والشخصيات اللي إحنا نقتدي بيها عاد تكون تأثر بينا. مو خلاص توفى سيد جاسم الطويرجاوي قلبنا صفحة وبدينا بشخصية أخرى معه. طبعا عندنا شخصيات ما شاء الله ذاكرة الإمام الحسين، تقيم مجالس الإمام الحسين أكيد. لكن ما ننسى هاي الشخصيات. فرحم الله سيد جاسم الطويرجاوي إن شاء الله وتغمد بالرحمة على روحه الطيبة وزرعه اللي زرعه. أنا قلت يعني بأنه الإنسان هو عبارة عن غرس يزرع ويحصد. شفت اليوم الحصاد ما شاء الله، التشييع المهيب من الكويت إلى أن دخل إلى العراق إلى النجف إلى كربلاء. هنيئا إلى وهنيئا لمدرسة صح. هو مدرسة بقى هذه المدرسة احنا نروح نبحث عنها واحنا نروح ندور عليها وعلى مبادئها وعلى قيمها، وطولة العمر ان شاء الله أكيد. للباقين ان شاء الله أكيد.